ليه معتمد جمال من أكتر المدربين المظلومين في الكرة المصرية؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب القهوة. اسحب كرسيك واطلب قهوتك وتعالى نتكلم النهاردة عن واحد من أكتر المدربين اللي اتظلموا إعلاميا في الكرة المصرية، معتمد جمال. عارف المشكلة في كرة القدم عندنا إيه؟ إن الناس دايما بتحكم على المدرب من آخر ماتش أو آخر نتيجة، يكسب يبقى عبقري، يخسر يبقى ما بيعرفش يدرب، لكن قليل جدا اللي بيبص على الشغل الحقيقي اللي بيتعمل جوه الملعب. ومعتمد جمال واحد من الناس ديت. ناس كتير فاكرة إنه مجرد مدرب مؤقت أو مدرب مسك الفريق في ظروف معينة وخلاص، لكن لو رجعنا الموسم اللي فات هنكتشف إن الراجل ده عمل شغل تكتيكي يستحق الوقوف عنده، مش علشان حقق بطولة وبس، لكن علشان الطريقة اللي وصل بيها للبطولة. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. ليه معتمد جمال يعتبر من أكتر المدربين المظلومين؟ وإيه الأفكار التكتيكية اللي خلت فريقه يبقى واحد من أصعب الفرق في الدوري؟ مين هو معتمد جمال؟ بص يا سيدي، معتمد جمال مش من المدربين اللي ظهروا فجأة، ولا من المدربين اللي جم بالصدفة. الراجل قضى سنين طويلة في التدريب، واشتغل مع فرق مختلفة، واشتغل في قطاعات الناشئين، وكان دايما معروف عنه إنه مدرب بيعتمد على الشغل، مش على الدوشة والشغل الإعلامي. يمكن علشان كده اسمه ما كانش بيتردد كتير في الإعلام، لكن جوه الوسط الرياضي ناس كتير كانت عارفة إن الراجل فاهم هو بيعمل إيه. ولما جات له فرصة قيادة الفريق الأول، جت في توقيت يعتبر من أصعب التوقيتات، ضغوط جماهيرية ومنافسة شرسة وناس مستنية أي غلطة، وأي تعثر كان كفيل إن ينهي التجربة. لكن معتمد جمال ما دخلش يغير كل حاجة، ولا حاول يعمل استعراض تكتيكي. بالعكس، بدأ بأبسط قاعدة في كرة القدم: يرجع الفريق يبقى فريق. يعني كل لاعب يبقى عارف دوره، كل خط يعرف يتحرك إمتى، والمنظومة كلها تشتغل مع بعض. ودي كانت أول نقطة اللي خلت الفريق يرجع يقف تاني على رجليه من جديد. ليه نجح؟ أول حاجة لازم نعترف بيها إن معتمد جمال ما كانش عنده رفاهية الوقت. ما استلمش فريق في بداية موسم، ولا عمل معسكر إعداد طويل، ولا اختار صفقاته بنفسه. هو استلم فريق جاهز، لكن محتاج حد يرجع ليه الثقة، ويعرف يطلع أفضل نسخة من كل لاعب. وده أول نجاح حقيقي ليه. بدل ما يفرض فلسفة معقدة، قرر يبني على الموجود. يعني مش هيغير هوية الفريق، لكن هيطورها. ودي نقطة ناس كتير بتغلط فيها. في مدربين أول ما يمسكوا فريق يحاولوا يغيروا كل حاجة: رسم جديد وأسلوب جديد وأدوار جديدة لكل اللاعبين، والنتيجة إن الفريق بيضيع. لكن معتمد جمال عمل العكس. بدأ ينظم الفريق قبل ما يفكر يهاجم. بدأ يخلي المساحات بين الخطوط أقرب، وخلى كل لاعب عارف دوره بالملي. وده انعكس على حاجة مهمة جدا، هي الاستقرار. والزمالك وقتها بقى عنده شخصية. حتى لو الأداء مش مبهر في كل مباراة، لكن الفريق بقى صعب يتكسر، وبقى كل خصم داخل عارف إنه هيقابل فريق منظم. ودي كانت نقطة التحول الحقيقية، مش كتر الأهداف ولا الاستحواذ، لكن إن الفريق يبقى عارف يلعب مباريات كبيرة بهدوء وثقة. الجزء الأهم: معتمد جمال كان بيلعب إزاي؟ خلينا ندخل في الحتة اللي أنا شايف إن هي أهم نقطة في الحلقة كلها: الجوانب التكتيكية. لأن النجاح اللي حققه معتمد جمال ما كانش سببه الحماس ولا الروح ولا الحظ. كان سببه إن الفريق بقى عنده منظومة واضحة. أول حاجة كانت هتلاحظها إن الزمالك بدون كورة كان مختلف تماما. الفريق ما كانش بيجري بشكل عشوائي. كل لاعب كان عارف يضغط إمتى ويرجع إمتى ويقفل المساحة فين. وده خلى المنافس في أغلب الماتشات يضطر يلعب على الأطراف. ليه؟ لأن العمق كان مقفول. ودي من أكتر الحاجات اللي كان بيركز عليها معتمد جمال: أقفل العمق وبعد كده أسيب الخصم يلف بره. وده وفر مجهود كبير على الفريق، وخلى الدفاع دايما واقف في المكان بتاعه الصح. كمان معتمد جمال ما كانش من المدربين اللي بيعشقوا الاستحواذ لمجرد الاستحواذ. يعني مش مهم أمسك الكورة 70%، المهم أول ما أمسكها أوصل بيها بسرعة للمكان الصح. وده خلى التحولات الهجومية تبقى في أخطر أسلحة الفريق: استرجاع الكورة وأول تمريرة لقدام، وبعد كده تحرك سريع من أكتر من لاعب. يعني الهجمة كانت بتبدأ في ثواني. ودي واحدة من أكتر الأفكار اللي خلت الزمالك وقتها يبقى فريق صعب جدا في المرتدات. الميزة اللي فرقت مع معتمد جمال المرونة التكتيكية. في مدربين أول ما يحطوا خطة يلعبوا بيها ال90 دقيقة مهما حصل، لكن معتمد جمال كان عنده ميزة مهمة جدا، وهي المرونة. يعني الفريق ممكن يبدأ المباراة بشكل، ولما ظروف المباراة تتغير يتغير معاها. تلاقي الجناح يرجع يساعد الظهير، أو لاعب الوسط يتحول لارتكاز تاني، أو الفريق كله يقرب من بعض من غير ما يحسسك إن في فوضى. وده معناه إن اللعيبة كانت فاهمة المنظومة، مش حافظين مراكزهم وبس. كمان واحدة من الحاجات اللي عجبتني جدا إن الفريق كان بيعرف يدافع وهو قريب من بعضه. المسافات بين الخطوط كانت صغيرة، ودي نقطة مهمة جدا، لأن كل ما المسافات تقل، كل ما المنافس يلاقي اللعب أصعب. وده كان بيجبر الخصم إما يلعب كرات طويلة أو يعتمد على المهارات الفردية.
وده بالظبط اللي كان معتمد جمال عايزه. لكن زي أي مدرب مفيش حد كامل، كان في أوقات الفريق بيتأخر شوية في رد الفعل بعد التغييرات، وفي بعض الماتشات كانت بتتمنى تشجع الفريق ياخد المخاطرة الهجومية بدري شوية. بس في المجمل الراجل كان بيلعب على نقطة قوة فريقه، مش على أحلام كروية ملهاش علاقة بإمكانيات اللعيبة. وده في رأيي واحدة من أهم صفات المدرب الشاطر، إنه يخلي الفريق يلعب على قد إمكانياته لكن بأفضل صورة ممكنة. هل معتمد جمال فعلا من أكتر المدربين المظلومين؟ ده يمكن أهم سؤال في الحلقة كلها، لأننا مش هنتكلم عن مدرب كسب بطولة وخلاص، إحنا بنتكلم عن مدرب قدر يثبت إن النجاح مش دايما محتاج دوشة إعلامية. معتمد جمال أثبت إنه مدرب بيعرف يقرأ المباراة وبيعرف يوظف إمكانيات اللعيبة ويعرف يكون فريق عنده شخصية. وده في رأيي أي نادي في مصر يتمناه، مش علشان اسمه كبير ولا عشان عنده شعبية، لكن عشان عنده فكر. مدرب يقدر يبني فريق ويطوره ويخلي كل لاعب يطلع أفضل نسخة من نفسه. عشان كده سواء شفناه بعد كده في نادي كبير أو في منتخب أو في أي تجربة جديدة، أنا شايف إنه هيكون مكسب لأي مكان يشتغل فيه. لأن النوعية دي من المدربين مش بتعتمد على نجم واحد ولا على مهارة فردية، دي بتعتمد على إن الفريق كله يبقى قطعة واحدة. ودي في كرة القدم الحديثة أهم بكتير من أي اسم كبير. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كلامنا النهاردة خلص، لكن الكلام على ملعب القهوة ما بيخلصش. سلام يا كباتن، واشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.